يوشع ده؟ أنا أول مرة أسمع عن نبي اسمه كده. ده بطل عظيم يا أيسل. كان تلميذ سيدنا موسى عليه السلام، وكان أقرب الناس ليه، وشاف معاه معجزات كتير قوي. وبعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام قاد بني إسرائيل وفتح بيهم الأرض المقدسة. يعني يا ماما كان تلميذ وبقى نبي كمان؟ أيوة يا حبيبتي، وهقولك حاجة غريبة جدا حصلت معاه، إن هو قدر إن هو يوقف الشمس عشان يكمل المعركة. سيدنا يوشع عليه السلام كان شاب ذكي جدا وكان مؤمن، وكان دايما مرافق لسيدنا موسى عليه السلام. حتى في الرحلة اللي راحوا فيها يقابلوا الخضر عليه السلام برضه، لما موسى تعب من الناس اللي رفضوا يدخلوا الأرض المقدسة، ربنا قال له إنهم هيتوهوا في الأرض 40 سنة. طيب وبعد ال40 سنة حصل إيه؟ بعد ال40 سنة يا حبيبتي ربنا اختار يوشع يكون القائد الجديد، وفعلا بدأ يقود بني إسرائيل بقلب مؤمن وشجاع. يوشع عليه السلام جمع الجيش وراح يفتح الأرض اللي ربنا وعد بيها بني إسرائيل. وأثناء القتال بقى قربت الشمس تغرب ولسه النصر متحققش، فراح رفع ايده للسما وقال: يا شمس توقفي. وراح ربنا وقف حركة الشمس عشان يكمل المعركة ويتم النصر. يا ماما، بجد دي معجزة رهيبة. طبعا يا حبيبتي، ده دليل ان ربنا بينصر عباده الصالحين مهما كانت الظروف. وكان يوشع قائد عادل وشجاع، وعلم الناس التوحيد ونهاهم عن الفساد. ما كانش بيطمع في الدنيا، وكان دايما بيدعو ربنا بالنصر والهداية. وفضل يوشع نبي وقائد لحد ما مات، وربنا أكرمه بمكانة عظيمة، وفضلت قصته تتذكر على مر الزمن كرمز للوفاء والقيادة بالأمان والمعجزة. وجينا لفقرتنا وسؤال حلقتنا، وسؤالنا النهاردة بيقول: لو كنت قائد زي سيدنا يوشع بن النون عليه السلام، ايه أول حاجة هتعملها لو انتصرت؟ شاركوا إجابتكم في التعليقات، وبتمنى منكم تدعموني باللايك وتوصلوني لأول 100 مشترك. على فكرة أنا بتعب جدا في الفيديوهات، وبعمل فيديوهات كتير وبانتظام، بس ما بلاقيش تفاعل، وما بلاقيش أي حاجة، ولا بلاقي حتى اشتراكات ولا كومنتات. فبجد ببقى بحس إن أنا مش عايزة أكمل. فبتمنى منكم من كل قلبي تدعموني بس بالاشتراك وباللايك، وأشوف وشكم على خير، ومع السلامة.